والحلقه المنتظره يا جماعه جدول مسلسلات الموسم الشتوي. وده ليه؟ لان الموسم الشتوي التركي جاي لنا باكتر من 30 مسلسل. والله يمكن اكتر من 30. يعني لو عايز تتابعهم كلهم هتحتاج اجازه من الشغل ومن الجامعه. يلا بينا بقى نغوص في المواعيد ونشوف مين اللي هيلحق ايه وهنتابع ايه. أول مسلسل نزل معانا هو مسلسل عيناكي كالبحر الأسود، وده نزل يوم 2 سبتمبر وهيتعرض منه حلقة كل يوم 3 الساعة 8. ولو عايز تعرف على قناة إيه اكتب لي في الكومنتات وأنا هقول لك. تاني مسلسل بين الروح، وده بدأ يوم 6 سبتمبر في الموسم الثاني اللي هي الحلقة 23. في نفس اليوم كمان رجع مسلسل جبل القلب وبدأ من الحلقة 183 والموسم السادس. الناس لسه متمسكين بيه لحد النهارده زي ما هو. 7 سبتمبر بقى هنا بدأ مسلسل الخفقان، والمسلسل عمل دوشة كبيرة من أول حلقة. وفي 9 سبتمبر عندنا مسلسل بهار الموسم الثالث الحلقة 49. ومعاه في نفس اليوم مسلسل إذا خسر الملك في الموسم الثاني الحلقة 17. يوم 10 سبتمبر بقى المسلسل اللي كلنا مستنيينه مسلسل المشردون، راجع بالموسم الثاني والحلقة 29. لو عايز تعرف القناة اكتب لي في الكومنتات. 11 سبتمبر هنتفرج على مسلسل ولي العهد، وداخل معانا من أول حلقة بالأكشن والمافيا. 12 سبتمبر بقى يا جدعان فرح، 3 مسلسلات في نفس اليوم. شراب التوت البري راجع لنا في الموسم الرابع والحلقة 104، والأزقة الخلفية حلقة 718. إيه الرقم ده يا جماعة؟ أما بقى مسلسل حب ودموع الجديد واللي مقتبس من نسخة كورية. يوم 14 سبتمبر هنتفرج على مسلسل المنظمة الموسم السادس والحلقة رقم 149. 15 سبتمبر برضه يوم زحمة جدا، هيبدأ الموسم الثاني الحلقة 29 من مسلسل المدينة البعيدة، ومعاه في نفس اليوم أطفال الجنة. يوم 16 سبتمبر مسلسل محمد الفاتح راجع بالموسم الثالث والحلقة رقم 49. 17 سبتمبر بقى المسلسل اللي كلنا مستنيينه مسلسل حلم أشرف في موسم جديد وفي الحلقة 14، ومعاه في نفس اليوم مسلسل الأصفاد المخملية. وعندنا مسلسل السلطان أورهان وده اتأجل لشهر أكتوبر، ومسلسل المحتلون وده هيبدأ تصويره يوم 15 سبتمبر وهتبقى أولى حلقاته 26 أكتوبر. وكمان مسلسل حبات اللؤلؤ الموسم الثالث اتأجل لشهر يناير، ومسلسل ورود وخطايا متوقع هنشوفه على نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر. ولغاية هنا يا جماعة قولوا لي بقى ايه اكتر مسلسل متحمسين له ومستنيينه ينزل؟ انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات عشان اتابع معاكم واعمل لكم المراجعات اول باول. وفي النهايه زي ما شفتوا كده جدول زحمه على الاخر، فلو لسه بقى ما عملتش اشتراك في القناه ولا فعلت الجرس انت كده بتضيع نفسك يا صاحبي. اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وده لانه الحكايات كتير لكن سقراط هو اللي عنده الحكايه الصح.